واحد الله وصلى على النبي. النهارده بقى حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الكوارع. طبعا الكوارع ديت وجبه اساسيه، يعني يمكن على مستوى العالم اكبر دوله في العالم بتستهلك كوارع هي مصر. طبعا عشان الكوارع والكولاجين، الماده طبعا الموجوده اللي بتعزز الحاله المزاجيه لجسم الانسان، تظبيط المفاصل بشكل عام، وتظبيط العظم طبعا بشكل خاص. فردة الكوارع ايهما افضل، الفردة الامامية ام الخلفية؟ انت دلوقتي في ناس كتير بتفضل الفردة الامامية في الكوارع. مش ناس كتير، نسبة 99% من الناس يقول لك اديني فردة الكوارع الامامية. دي فردة الكوارع، الفردتين دول بتوع ذبيحة واحدة، نفس الذبيحة. دي فردة امامية. طبعا في الضخامة بتبان ان الفردة الامامية اضخم، ولكن انا عن نفسي بفضل ان انا اكل فرده الخلفيه. ليه بقى؟ بص بالدليل. لو حطينا الاثنين جنب بعض، بص الاماميه طبعا بتبان ان هي اضخم، مش عارف هي باينه في الفيديو ولا لا، ولكن قصبه الرجل بتاع الخلفيه بتبقى اطول. يعني حتى لو جينا وزننا الفرده الخلفيه، وزنها 2 كيلو، يعتبر 900، يعني يعتبر 3 كيلو الا 100 جرام. هنوزن الفرده الاماميه، طبعا هي باينه اضخم، وزنها حوالي 2 كيلو وربع. فبالتالي تصفيه الكورع الخلفي بيكون اعلى من تصفيه الكورع الامامي. دي نصيحه يعني. بالنسبه بقى لتقطيع الكوارع، ان انت لو عايز تقطع فرده الكوارع دي بسهوله بسكينه صغيره زي ديت في بيتك، في طريقه كويسه. طبعا احنا بنخلي الكوارع في مصامت بتشتغل الكوارع بعضمها، بيبقى في عندهم منشار وبيقطعوا الكوارع بعضمها. احنا بنخلي الكوارع طبعا عشان طواجن ورق العنب بالكوارع، فته بالكوارع، ما ينفعش ندخل فيها كوارع بعضمها، فبنخلي الكوارع. طريقه سهله انك تقطع بيها الكوارع. بص طبعا ده فحل جاموس، الكوارع بتاعته دبابات زي ما انتم شايفين. بتيجي عند بز الرجل اللي هو بيبقى من ورا ده، عند البزين دول، وبتقطع بالسكينه خط. يعني بتنزل بالسكينه كده، ولما بتنزل بالسكينه تنزل لتحت، يعني تقطع وتنزل لتحت، وتفصل من المفصل ده كده بالشكل ده. يعني انت لما بتنزل بالسكينه لتحت كده بتلاقي مفصل، افصل المفصل ده بالشكل ده. كده احنا فتحنا اهوت الكارع. احنا بدأنا بالكارع الخلفي، هنخلي الفردتين الاثنين ونوريكم تصافي الكرع الامامي وتصافي الكرع الخلفي. طبعا اهو فتحنا بالشكل ده، وهنيجي هنا في النص ونفتح، ننزل بالسكينه بتاعتنا كده، نقطع نصين. وهتيجي هنا هتلاقي العصب ده هتقطعه كده. لما هتقطعه هتلاقي الحفرين سابوا بعض كده وبعدوا عن بعض. بالسكينه كده وبتقطع من هنا، وبتيجي من المفصل ده اهو، وتنزل كده بالكارع. طلعنا الماسوره. طبعا احنا هننزل لكم عظم الكرعين، وهننزل لكم اللحم، ونشوف انه افضل في التصفيه، الكرع الامامي ولا الكرع الخلفي. طيب بعد ما طلعنا قصبة الرجل هي بتاع الكرع الخلفي، هنيجي عند الكرع عند منطقة الحافر، في مفصل هنا اهو. بتيجي عند المفصل ده وبتفصل بالشكل ده. دي عظمة كمان اهي. طبعا كده كده احنا بعد ما بنخلي العظم ده ما بنرموش، بننزله في الشوربة برضو يجيب اللي فيه. حتى الماسورة دي بنكسرها عشان نطلع النخاع اللي فيها. طلعنا تاني عظمة، المفصل التاني اهو. طبعا بتيجي عند المفصل ده اهو بالشكل ده، وتفصل بالشكل ده كده. ده العظم اهو. طبعا بيبقى فيه عظم صغير، ده عظم اللي هو بتاع البذوذ بتاع الرجل، بيبقى ايه حاجات بسيطه صغيره. في كمان مفصل هنا بنخش له في الرجل اهو. مفصل كمان اهو. اهو مفصل التاني اهو. كده باقي الحافر، فاضل الحافر اهو. هنقشره برضه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو.
تمام. ادي المفصل الاخير اهو. كده فصلنا المفصل الاخير. طلعنا العظمه الاخيره اهي، فاضل عظمه الحوفر اهي. كده طلعنا عظم. ده كده اللحم، يعتبر اللحم بتاع فرد الكوارع اهو، الفرد بالكامل اهو بعد ما خليناه. في بس اللي هي ايه البذوذ دي، بصوا يا جماعه ممكن نطلعها برده، ولكن احنا ايه هنفضل ان احنا نسويها زي ما هي. كل العظم ده طبعا ما بنرموش عشان بيعمل منه احلى شوربه. يعني ديت وزنها مش هتتخطى مثلا 10 جرام. تمام. دي بالنسبه للحمه فرد الكارع اللي هي ورا، وزنها قد ايه؟ مطلعه كيلو ونص لحمه صافي مشفيه من العظم خالص. تمام. دي بالنسبه للفرده الخلفيه. هنخلي الفرده الاماميه بنفس الطريقه، برضو اعرفك ازاي تخليها بطريقه سهله. هتنزل برضو من عند البز الرجل ده، البزين الخلفيين، وبتفصل كده. اول ما بتنزل بتفصل بتلاقي بنت معاك من هنا. كده فصلنا ايه اللحمه. هنيجي من النص نفس الكلام، في عصب هنا هو بيبقى ماسك الحوفرين، الحوفر اللي هو الحافر الامامي اللي بتاع الرجل، بيبقى العصب ده بتيجي من النص كده تقوم نازل فالق ما بينهم كده فلق، وبتيجي عند العصب ده في سن السكينه اهو. طبعا انت شايف الفص لونه ازرق طبعا عشان ده فحل جاموس صغير في السن اهو. اهو طلعنا ادي العظمه الاماميه دي بتاع الكلع الامامي. طيب تعالى بقى نفس المفاصل اهو. هنطلع العظمه دي كمان. زي ما قلنا يا جماعه العظم ده مش بنرميه، ولكن كل مكان بيبقى له استهلاك معين. هنوزن العظم بتاع الكرعين الاثنين ونشوف دلوقتي عظمهم ايه والتصافي بتاعتهم ايه. المفصل الاخير اهو. ونطلع الحافر. طلعنا الحافر اهو، وده اللحمه بتاعت الكارع. هنجيب المفصل الاخير اهو بالشكل ده. بص مفصل اهو. طلعنا العظمه الاخيره بتاع الحافر الامامي. هناخد حته اللحمه دي بالشكل ده، ونطلع الحافر اهو مفيهوش اي حاجه. طيب هنوزن بقى اللحمه بتاع الكرع الامامي اللي احنا طبعا كنا شايفينه في الفيديو قد كده دبابه. ادي اللحمه اهو. هنوزنه. تعالى كيلو 100 جرام، يعني فرق 400 جرام بين الفرد الامامي والفرد الخلفي في التصفيه. تعالى نوزن العظم. طبعا الفرده الاماميه هيبقى عظمها اقل من عظم دي حاجه اكيد يعني. كيلو 200 عظم نطلعها، كيلو 200 جرام. هننزل العظم ده كده. دي كيلو، قول كيلو 400، يعني فرق
فرق 200 جنيه، فرق 200 جرام في العظم. الكرع الخلفي عظمه بيبقى اتقل ب 200 جرام، ولكن في اللحم انت واخد 400 جرام لحم اعلى من فرد. يبقى كده زي ما قلنا الفرد الخلفي اكبر وافضل من الفرد الامامي، لان معظم الناس عندها اقتناع ان الفرد الامامي احسن من الفرد الخلفي. واحد الله صلى على النبي واعمل لايك الفيديو واستنوا الفيديوهات الجايه.